ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وان هو ازاي تحرشي ذكر الوز. اول حاجه حبيبه قلبي، ما تنسيش تشتركي في القناه وتدعميني حتى لو بلايك. اول حاجه لازم نتخلص من الريش الزياده اللي عندهم من ورا، لان ده بيضايقهم جدا، لانه بيبقى كتير قوي. ولازم برضو عند النتاية، يعني تتخلصي منه عند النتاية، تقصيه كله، لان بيضايقهم جدا. وبعدين اصلا التحريش ده لازم كل سنة تحرشي ذكر الوز، لان ده بيزود نسبة الخصوبة عنده. هنجيب دلوقتي 10 حبات فلفل اسود حصى وفصين توم، ومنكتريش لان كترهم ممكن يعمل لهم التهابات وما ياكلوش. الفلفل الاسود يا جماعة بيسخن الجسم وبينشط الدورة الدموية، والثوم بيقوي المناعة وبينظف البطن من الديدان، ويدي قوة، يكون قوة زيادة في الجسم كده، يكون جسمه قوي. وهنا حماتي كانت مش عارفة تملك منه، لان هي ماسكاه لوحدها وانا كنت واقفة بصور، فهو كان قاعد يسيب منها، فهي ما كانتش متملكة منه. هنا كنا بنجيب الفلفل الاسود، هنحطه في العيش، اللي هو مثلا ندخله كله يعني فيبلعه كله، لان هو بيعطره وبيوقعه من بقه. فاحنا قلنا نجرب، بس يا ريتنا ما جربنا، لانه هو هيوقعه دلوقتي، هيوقعه كله. وهنرجع تاني نديله بايدينا كده عشان وقع كله. ترفعي دماغه كده، مش تحت لسانه يا جماعة، من فوق، وتنزلي، هيوقعه كله. وهنا بقى رجعنا نحط تاني، لان هو وقعه كله بالعيش، ولا كأنه خد حاجة، ولا كأننا حطينا حاجة يعني. نرجع بقى نحط. وحطينا شطة يا جماعة، بس معرفتش اصورها. فيها فيتامينات بتسخن الجسم وبتزود النشاط عند الذكر، وبتدرة الديدان، وتقوي الجسم ضد يعني من الامراض وكده. بقى شطة والثوم والفلفل. هنا كنا بنحط فصين الثوم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة. مع السلامة.